اهلا اهلا، يا مساء الهنا، يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى اخوات واجمل اخوات واحن اخوات في الدنيا كلها. تسلموا لي من هنا لغايه عندكم اينما كنتوا انتوا فين. ربنا يديمكم في حياتي نعمه ويخليكم ليا ويسلم حضوركم ويسلم وجودكم معايا. تسلم كل كلمه حلوه كتبتوها لي، ربنا يرزقكم بمثلها وزياده. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خاطركم ويفرحكم ويرزقكم كده بكل حاجه حلوه تتمنوها. حابه ارحب بكل اخت شرفتني ونورتني. تسلمي لي ويسلم وجودك وحضورك معايا. احلى واجمل واحن اخت في الدنيا، كبرت عيلتي الجميله. يا ربنا يديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. جاي لكم النهارده بفيديو قوي جدا جدا. هنشجع بعض ونحفز بعض ونقوم اي حاجه كده ورانا نعملها، ولا نقول سقعه ولا تلج. لا لا لا، السقعه مش بتاعتنا، السقعه دي بتاعت العيال التوتو، احنا ملناش دعوه بيهم. احنا بنشجع وبنتنشط كده وبنقوم نخلص حالتنا حاجتنا. بصوا الام في البيت يعني مش قادره اقول لك نحله كده. نحله كده بتلف. الواحد ببقى نفسي ارست شويه يا ولاد، اخد راحتي كده حبه يعني. سيبوني قاعده في الاوضه بس، ما تكسروش خصوصيتي يا ولاد الحلال. سيبوني بس ابقى مرتاحه شويه كده، مش مشكله ابقى سامعه الصوت بره والزعيق بره والخناق بره عادي. هعمل نفسي ان انا في حته تانية، الصوت ده في بيت تاني غير بيتي. بس ادوني حق الخصوصيه. طب حتى الحمام يا ولاد، نفسي ادخل الحمام محدش يخبط عليا. نفسي ادخل الحمام محدش يخبط عليا، نفسي ادخل الحمام محدش يفتح عليا الباب. طيب اعمل ايه؟ والنبي يا ولاد صبروا قلبي كده باي حاجه حلوه منكم. هو انا لوحدي كده؟ طب ولا انتوا كده ولا الدنيا ايه معاكم؟ ربنا يا رب يخليهم ويحفظهم ويبارك فيهم ويكبر خاطرنا فيهم ويجعل تعبنا وشقانا وكل حاجه كده حلوه ربنا ما يضيعهاش معاهم يا رب. جاي لكم النهارده بروتين قوي جدا جدا. بصوا روتين النهارده تشجيع، تحفيز، نظافه، ترويق. بصوا حاجات قمر وكلام حلو قوي قوي ان شاء الله. طالع كده من القلب ان شاء الله، بامر الله تستفادوا منه ويعجبكم. تكتبوا لي دعوه حلوه، انزلي بقى حطي لي الكومنت القمر بتاعك، الدعوه الحلوه بتاعتك. ربنا يكبر خاطرك ويفرح قلبك ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين، يثبتهم ويقويهم وينصرهم نصرا عاجلا غير اجل، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا الروتين ده روتين مسائي، مش هقول لكم روتين صباحي خالص. انا في اليوم ده اصلا ان هي ما كانتش تصوير والله، ومكبره دماغي خالص، وبقول لكم محتاجه ريست كده، ريست افصل شويه عن العيال بلاش ابو العيال الحته الشمال دي، خلينا نفصل عن العيال بس. نكش وزن وطول ما انا ماشيه. بصوا مش اكيد مش لوحدي، اكيد مش لوحدي الحوارات دي يعني وصلت لدرجه طب الطم ولا اجيب، طب اصوت، طب ارحموني والله العظيم مش يعني اعيط يا ولاد. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب، احميهم واحفظهم ويكبر خاطرنا فيهم ونشوفهم كده في احسن حال وفي اعلى المراكز يا رب. الروتين انا صحينا فطرنا وروقنا الدنيا وخلاص، انا عندي اكل في التلاجة والدنيا تمام. اتفاجئت كده، عملت كوبايه القهوه القمر كده، شربتها روقت على دماغي وقلت ايه ان شاء الله ما حد حوش. اتفاجئت جوزي جاي بالف سلامه بالف سلامه، ربنا يا رب يفتح له ابواب رزق، يرزقه برزقنا يا رب، ويكبر خاطره كده ما تحرمش منه ابدا. لو من دخلته عليا، داخل عليا العصر بيقول لي احنا بنفطر متاخر اولا، يعني عشان بس ما حدش يقول لي العصر ده بيبقى غدا، احنا فطرنا اصلا بيبقى متاخر، وهو ما كانش هيستنى غدا اساسا. جاي من بره بيقول لي الحقيني انا مهبط وبصي حاسس ان انا هيغمى عليا، الحقيني باي حاجه بسرعه اكل. طب اسخن لك طبيخ في التلاجة؟ لا انا مش عايزه اكل طبيخ دلوقتي. طب اعمل لك كوبايه عصير؟ لا انا محتاج اكل. طب اعمل اكل ايه؟ بقيت بص الوقت ده العيال كانوا في الدروس هما الاثنين، وكنت قاعده والنونو الصغننه، فاعمل ايه طلعت كده كيس فول من التلاجة بسرعه، طماطميه قطعتها، طبق جبنه بطماطم، كيس كده كان فيه طعميه، طلعت كده حمرت طعميتين. مش معنى ان هو يقول لك جعان او فرد حتى واحد بس في البيت يقول لك جعان تستهيفيه وتحطي له اي حاجه، لا. خلي كل حاجه كده معموله بقلبك، خلي كل حاجه كده معموله بقلبك بس. هي كلمه معموله بقلبك دي تكفي كل حاجه. يعني اعملي الحاجه، مش هقول لك كانك هتاكليها، لان احنا اوقات كتير بنقلب نفسنا بصراحه. يعني بصي ممكن لو فيش بقيه اكل كده، اي حاجه من التلاجة واقعد اكل اللهم لك الحمد يا رب. مش مهم اسخن، مش مهم اغرف، اي الموجود بنمشي الدنيا. فانتي قدري اللي قدامك، يعني ده زوجك ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه، حطي له الحاجه بقلب كده، حطي له الحاجه بنفس. يعني العين بتاكل قبل البق اكيد، ما تستهيفهوش يعني ايه، عشان لما تطلبي حاجه ما يديكيش ايه فوق دماغك. عشان روقي على نفسك كده وروقي عليه كده بكلمه حلوه طيبه، بابتسامه حلوه، بازيك عامل ايه، طب انت في الشغل ارن عليه انت كويس، طب انت محتاج حاجه، انت صحتك كويسه. مش شرط ان انا ارن ابقى محتاجه طلب، مش شرط ان انا ابقى ارن ابقى عايزه منه حاجه، هي يقول لي ها عايزه ايه، لا انا مرن اطمن عليك.
لان انت لو ما رنتيش عليه واطمنتي عليه في غيرك هيرن عليا فوزيه، فالحقي نفسك ورني على الراجل كده ان شاء الله حتى مكالمه بس واحده في اليوم، مكالمه واحده في اليوم، ازيك عامل إيه؟ انت كويس. ومش لازم وقت ما رن العيال عملوا وسووا وعملوا وسووا ونتخانق بقى وايه ونمسك في بعض نقلبها نكد بقى في التليفون، يا ريتك ما اتصلتي يا اختي، يا ريتك ما اتصلتي. لا، متصله اسال عليك، متصله اشوفك عامل ايه، انت كويس، انت صحتك كويسه، طب عايز حاجه، سلام سلام. جاي من بره نركن بقى العيال كده على جنب، بابا طالع على السلم نبقى سامعين صوته، اهدوا بقى كده على حالكم شويه. اللي جاي من بره ده بيبقى جاي تعبان، كلنا عارفين ضغوطات الحياه، كلنا عارفين الدنيا والغلا وكل حاجه احنا فيها كده. الله يعيننا ويقوينا يا رب، الله يعيننا ويقوينا على حالنا. عندك ولاد صغيرين، قبل ما يجي تكوني مروقه حالك كده مظبطه دنيتك، بابا جاي، بلاش سويت بلاش زعيق، نلم نفسنا، احنا عيال محترمين احنا ولاد ناس ما تفرجوش الناس علينا، احنا عيال ناس محترمين، اهدوا كده على حالكم، نلم لهم العابهم، نلم لهم حاجتهم في الاوضه، والراجل جاي نريحه شويه. انا مش تبع ياسمين عز، ولا مش فاكره كانوا حد قال لي ياسمين عز او حاجه زي كده، انا مش تبعها خالص والله. انا تبع يعني انا مش تبع تفكيرها خالص، لا انا تبع ان هو في حد بيبقى جاي من بره بيبقى بيسعى على اكل عيشه، بيسعى ان هو ياكلك ويشربك ويلبسك حلو ويجيب لك كل طلباتك. مطلوب مني ان انا مش هعمل اي حاجه افتكاسه ولا اي حاجه صعبه ولا حاجه، المطلوب مني ان هو يجي من بره يلاقي مكان يرتاح فيه فقط لا غير، يلاقي لقمه حلوه ياكلها، مكان يرتاح فيه بس. لا هقول لك بقى تغسلي له رجليه بالميه وملح، ولا تحطي له رجليه في ورد، ولا تعملي له مساج طول ما هو داخل ولا طالع، ولا اي حاجه من الكلام ده. اللي بيبقى جاي من بره بيبقى محتاج ان هو يريح شويه، مش استنى جاي من بره وافضل اطلب انا عايزه فلوس، انا الولاد اتخانقوا، جارتي عملت، جارتي سوت، طب انا انت هتديني امتى، طب هتعمل لي امتى. والله العظيم هيقوم يلبس هدومه ويمشي، هيروح فين؟ يروح في اي حته، يروح في اي مكان يريح نفسه ويريح اعصابه فيه. ربنا يا رب يخليهم لنا ويكبر خاطرنا يا رب في كل حاجه كده حوالينا. هنعمل ايه؟ بصوا ده كان عندي اكل في التلاجة زي ما قلت لكم، انا عملت له كده الفطار السريع الحلو القمر ده، وقعدت اكلت معاه كوبايه شاي حلوه كده بعد الفطار. وربنا يا رب يديم كل حد حنين كده في حياتنا نعم. اتغدينا، كان عندي اكل في التلاجة سخنته اتغدينا، كان هذا المنظر بتاع المطبخ بالليل. بصوا المنظر، يعني انا اسفه 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 من هنا السنه الجايه على المنظر اللي انتم شايفينه، بس لا مفر لا مفر، بيجي عليكي اوقات كتيره جدا بتبقي انت مش قادره تعملي حاجه، تحسي ان الدنيا متدربكه متكركبه، وبرضه بتبقي سايباها. يعني محتاج الواحد بيبقى ريست كده شويه كده مع نفسه. فهنعمل ايه؟ هقول لك هنعمل إيه. انا مسكت المطبخ كده واحده واحده، هو متنضف تنظيف عميق، انا مش هنضفه تنظيف عميق ولا اي حاجه، يا دوبك هما المواعين في الحوض، امسكي رخامتك روقيها، انقضي كده على المواعين. بصي كان في اخت حبيبه قلبي، ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمه، سالتني هو انت بتغسلي بصابون مواعين ايه؟ قلت لها انا بغسل بالصابون البلدي. بصي لو انت مش هتعرفي تعملي الصابون البلدي مش هقول لك يعني بصي ادخلي خدي لفه عندي في قناتي هتلاقي طريقته بجد ناجح جدا جدا، واللي عملته يعني اخواتي وحبايب قلبي كتير قوي عملوه بجد، شكروا لي فيه وقالوا ان هو طالع ممتاز. لو مش هتقدري برضو، لو انت حوار صابون المواعين ده على جنب مش هتعرفي تعمليه، جيبي جيركن فيبا، جيركن فيبا ال 4 كيلو بصراحه دلوقتي تلاقيه عدى 90 جنيه، فبقى غالي جدا. هقول لك على وصفه حلوه حلوه حلوه، بعيدا عن صابون فيفا الغالي، فيبا الغالي، بعيدا عن صابون البلدي لو انت مش هتستخدميه. وصفه انا كنت بعملها قبل كده بس بجد جميله جميله جميله. عارفه الصابون اللي هو من عند بتاع المنظفات اللي احنا بنجيبه ده، اللي هو 3 ب 10 ولا 4 ب 10 والحوارات دي، هتقولي لي ما بيرغيش ما بينضفش، دي حقيقه، انا بصراحه كنت بجيب ولا كان بيرغي ولا كان بينضف. وكنت لو اتبقى صابون من بالليل في الطبق بتاع المواعين بتاع قصدي الصابون كنت بدلقه، وكان بيخلي ايديا كده مسوده كده ومش مش لطيف خالص خالص. ففي فكره حلوه قوي 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 هتوفر معاكي جامد جدا جدا جدا. هتعملي ايه؟ عارفه اكسجين؟ اكسجين اللي بنغسل بيه الهدوم والحاجات دي تحطيه في الغساله والكلام من ده. هتجيبي 3 كيلو صابون مواعين من عند الراجل بتاع المنظفات، مش هقول لك استغلي وجيبي، هم الثلاثه ب 10 دول، الثلاثه اللي ب 10، هتجيبي قصادهم كيس اكسجين هتلاقيه دلوقتي ب 3 جنيه ونص. هتفضي ال 3 كيلو صابون في جيركن او في ازازه عندك، في جيركن اللي هي جيركن الصابون اللي احنا بنجيبها دي، او في جردل تحت الحوض زي ما تحبي اللي بتفضليه عندك، وهتروحي فضيه فيهم كيس الاكسجين. بصي خدي بقى رغاوي ونظافه وريحه حلوه، وادعي لي دعوه حلوه كده. اللي ما جربش الوصفه دي يا بنتي يجربها، وبجد بجد يدعي لي. انا مش بستخدمها بصراحه علشان انا طبعا عندي الصابون البلدي بس هو قرب يخلص، بس هجيبها وهعملها معاكم ان شاء الله بامر الله قريب. وقت ما انزل السوق هجيب الصابون وهجيب الصابون الاكسجين، وهوريكم الرغاوي، كميه الرغاوي والنظافه اللي بتعملها حاجه كده من الاخر، وهم هتنضفي الدنيا وهيكفوكي طول الشهر. غير طبعا لو انت بتستخدمي الازازه اللي هي الازازه البلاستيك دي، اللي هي ازاز بريل او ازازه اوكسي، او الازاز اللي هي بتاعه الصابون السائل دي، مش هقولك هي حلوه وبترغي وبتنضف وكل حاجه، بس مش اقتصاديه خالص خالص خالص.
يعني الازازه ممكن ما تكفيكيش اسبوعين، يعني هتحتاجي في الشهر الازازه تقريبا دلوقتي عدت ل 20 جنيه. انا بصراحه ما بجيبهاش بقالي فتره طويله جدا، فما اعرفش سعرها وصل كام. فالازازه تقريبا يمكن 400 جرام او 700 جرام حاجه كده، يعني وزنها قليل، مش هتكفي معاكي حاجه. حتى لو انت بتفكيها كده بميه برضو مش هتبقى بترغي معاكي. لو انت بتفكيها بميه كتيره عشان طبعا تزودي الكميه، مش هتكمل معاكي حاجه. فجربي وصفه ال3 كيلو صابون من عند المنظفات، وتحطي عليهم كيس اكسجين، وجربيهم وقولي لي رايك فيهم ايه بكل امانه. ان شاء الله بامر الله الوصفه دي هتعجبك جدا جدا، واللي جربها يدخل يكتب لي كومنت يا بنات ويقول لي ايه رايه فيها. 3 كيلو صابون من عند بتاع المنظفات وعليهم كيس اكسجين، وقولي لي بقى ايه رايكم، ايه هيوفر معاكم، ممكن يكفوك الشهر كله. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. يلا بقى لو لسه ما حطيتش اللايك انزلي حطي لاختك لايك حلو منك، شجعيني وحفزيني كده وتشجعي وتنشطي. لو وراكي اي حاجه قومي اعمليها، قومي خدي لفه سريعه كده في الشقه، قومي شوفي تلاجتك، قومي شوفي. بصي كوبايات واطباق وحاجات كده بتبقى مترميه طبعا من عيالنا تحت كراسي، جنب كرسي، على كنبه، على على جزامه. امسكي كل حاجه كده، بصي خدي اوضه اوضه كده، خلي الاوضه فله فله فله، هتلاقي الدنيا عندك متروقه ومتظبطه وكل حاجه تمام. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خاطركم ويفرحكم يا رب، ما تحرمش منكم ابدا يا رب، يديمكم في حياتي نعمه يا رب، وتفضلوا كده دايما بتشجعوني وتحفزوني. بصوا بقى الصابون البلدي وجماله، بصوا بقى الصابون البلدي بيخلي المواعين الالومنيوم كده بيبرق كده، بحس ان هو ليه لمعه كده، يا لهوي ببقى عايزه اخد الصينيه في الحضن كده من كتر جمالها، من كتر نظافتها. طول ما انت مطبخك نظيف، طول ما انت مطبخك متروق، طول ما انت حمامك نظيف، اسفه، حمام ومطبخ نضاف، يبقى شقتك فل. بصي بقيت الشقه كده كده انت بتتمشي فيها، انت بتاخدي جولات فيها، انت ما انتش قاعده، فطبيعي المكان اللي انت قاعده فيه هتنضفيه وهتروقيه وهيبقى قشطه قشطه. عندي اكل النهارده يبقى المطبخ بتاعي يبقى نظيف. عندي اكل النهارده يبقى ما بلاش الكركبه وبواقي الفطار وبواقي العصاير والشيبسي والبيبسي والحاجات اللي هي ايه، البيبسي طبعا المقاطعه، قصدي اي عصير تشربيه، يعني اي حاجه تتبهدل روقي ايدك فيها على طول. هتكسلي وتنامي هتبص لان الحاجات كلها اتراكمت عليك، يبقى عندك كميه حاجات ملهاش اول من اخر. هنعمل ايه بصراحه الولاد يعني احنا بنناهد معاهم كتير، بقينا بنتخنق بسرعه، بقينا بنتعب بسرعه. تعالوا اقول لكم على حاجه حلوه. بصي عايزه اولادك يهدوا ويهتدوا كده ويقولوا انا هديت. بصي اشغليهم بحاجه. لو ولادك كبار ودي جيم، ودي نادي لو في نادي قريب منك. لو ولادك صغيرين اشغليهم باي الالعاب، في العاب ذكاء حلوه قوي قوي قوي. بلاش التلفزيون، بلاش اليوتيوب، بلاش الموبايلات اللي ماسكينها في ايدهم 24 ساعه. ليه؟ لان العيل هيتعود على الحاجه دي، وهتيجي ان انت تعرفي تفكي من ايده التليفون، هيبقى بصي هيتفرج عليكي وما لا اله الا الله. اه والله العظيم زي ما بقول لكم كده. يبقى نعمل ايه؟ اشغليهم باي حاجه مفيده. بصي العاب، في مكعبات، في ورقه وقلم يشخبط، في اي حاجه يلعب بيها، اي حاجه يلعب بيها، غير انك انت تريحي دماغك خالص وتدي له الموبايل وتسيبيه كده مع نفسه ما تعرفيش انت جايب ايه، او حتى تعرفي جايب ايه او مش جايب ايه. بس حوار التليفونات ده بصراحه انا مش معاه خالص. انا اولادي لغايه لما كبروا وربنا يبارك لي فيهم يا رب، جنى وعلي الاثنين، عمري في حياتي ما فرجتهم على كرتون. انا مش عارفه انتوا تصدقوني ولا لا، والله العظيم عمري في حياتي ما اتفرجوا على كرتون. بيلعبوا مع بعض، لو مش بيلعبوا مع بعض احنا كلنا قاعدين بنتكلم، قاعدين بنعمل اي حاجه كده مع بعض. لكن هو اي حد اللي هو اللي يبقى قاعد كده مع نفسه ومندمج قوي مع الكرتون، لدرجه انا كنت بستغرب قوي الناس اللي هي بتتفرج على الكرتون دي، والامهات اللي بتبقى راكنه اولادها دي وقاعدين بالساعات قدام الكرتون. انا والله العظيم كنت بستغرب كده. بس ان دي حاجه اصلا بتاثر على دماغهم، بتاثر على تفكيرهم، بتاثر على تركيزهم، ما بتخليهمش اصلا مستوعبين بعد كده. بتوصلك لسكه اللي هي التوحد ده، ان هو العيل عايز يفضل دايما مع نفسه كده، مش عايز يكلم حد، مش عايز يشوف حد، مش عايز يعمل اي حاجه. فاحنا هنعمل ايه؟ لا اشغليهم باي حاجه مفيده. حفظ القران يا بنات، حفظ القران اهم حاجه، اهم حاجه. لو عودتيهم من هم صغيرين على حفظ القران، بصي انت كده ربيتيهم، انت ربيتيهم من غير ما تربيهم. لو انت هتحفظي القران، لان القران هو ده اللي بيربي، هو اللي بيربي وهو اللي بيعلم وهو نور وهو كل حاجه. ربنا يا رب يصلح حالهم ويبارك فيهم ونشوفهم كده في احلى حاجه واعلى حاجه واجمل حاجه في الدنيا يا رب، ويكفيهم شر كل حاجه وحشه. انا مسكت كده المطبخ، بصوا بقى لمعه حلوه كده، شايفين مطبخ الصغنن، مطبخ صغنن كده وجميل، يعني بصوا لفه واحده كده برجلي بيتمسح ربنا يا رب يوسعها عليا وعليكم. ده المطبخ بعد ما تروق وتنضف بقى نظيف كده وكده في حاله نفسيه حلوه كده. احب الحاجه كده وهي رايقه، مش عايزه كركبه على البوتاجاز، مش عايزه كركبه على الحوض ولا على الرخامه، عايزه الدنيا رايقه كده. الله ببص ببقى نفسي افرش كده واقعد فيه من كتر نظافته ومن كتر ما هو ريحته حلوه كده. المكان اللي ريحته حلوه بتبقى عسل. حطي لي لايك للفيديو، اشوفك على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.